انسب نسبه حراره تتوجد في الاوضه اللي انت بتفرك فيها. انت دلوقتي حاطط النتايات بتاعتك في الاوضه، عملت لها استقرار. الاناث دايما بتجهز قبل الذكوره. ممكن النتايه اول ما بتلاقي الجو استقر بالنسبه لها على طول تبقى عايزه تعشش وعايزه تبيض. طب احنا نعمل ايه؟ المفروض بقى المكان اللي هو فيه الجو مضطرب ده، اللي في البلكونه اللي احنا اخترناه من الاول ده، نسيب النتايات فيه. طول ما في درجه حراره بيحصل فرق ما بينها ما بين الليل والنهار اكتر من 5 درجات، النتايه تجهز وما تبيضش. يعني درجه الحراره بالليل 10، بالنهار 25، في فرق 15 درجه حراره. طول ما في فرق درجه حراره كبيره كده، العصفور ايه؟ النتايه ما تجهزش، وممكن تجهز بس ما تبيضش. فانت كده بتتحكم ان انت ايه؟ وقفتها. فتره احنا الايام دي مثلا بنلاقي ان الجو ساعات بالنهار حر جدا وبالليل تلج. فرق درجه الحراره ده لوحده اضطراب. فنحافظ على النتايات في جو مضطرب، ما نديهاش جو استقرار. لو قدرنا نعمل فتره درجه حراره ما بين الليل والنهار 10 درجات، نتاكد ان النتايات دي هتفضل مش هترمي بيض خالص غير لما تتلقي عند الدكتور. فكده احنا حافظنا على النتايات في مكان، والدكوره في اوضه التفريخ اللي احنا هنفرخ فيها. اوضه التفريخ لازم تبقى مظبوطه، درجه حراره، درجه رطوبه. درجه حراره اللي احنا قلنا عليها اللي هي ما بين 25 و 28، درجه رطوبه 50 55 60، كل ده مناسب. تهويه كويسه، شفاط بيشتغل كل ربع ساعه ويفصل ساعه عشان ريحه الامونيا في الاوضه او النفس يتجدد على طول باستمرار. دخلنا الدكوره. الدكوره دي بنتعامل معاها في فتره الراحه لمده شهر. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنغذيها بالطرق الطبيعيه. معلش ابعدوا شويه عن الكيميكال. يعني مش بلاش ايه، الذكر مجهز اديله سيلينيوم، الذكر مش عارف ايه اديله مضاد حيوي. الحاجات دي نستبعدها، خلينا ماشيين بالطبيعه كده شويه. احنا عايزين نجهز ذكورتنا، يبقى نديهم جرجير. الجرجير ده ممتاز. انت لو اديت لكل ذكر عود جرجير واحد بس كل يوم، الذكر ده في خلال 10 15 يوم هيصرخ ويجهز ويبقى زي الفل. لو انت عندك كميه كبيره، حاول تجهز الدكوره كلها مره واحده، وفي الاخر تروح واخد النتايات موزعها كل الذكر المناسب ليها. كده يبقى انت عملت ايه؟ دخلت في توقيت واحد. في اللي هتبيض النهارده، في اللي هتبيض بكره، في اللي هتبيض بعد بكره، بس هتلاقي نفسك ان انت في خلال 10 ايام الدنيا اتظبطت معاك وكله اشتغل. طيب الدكوره دي قبل ما ندخلها الاوضه في شويه حاجات كده لازم نعملها. العصفور ده لازم يتبدر عشان ما يبقاش فيه فاش. احنا كنا بنبدر بالسيفين، دلوقتي في منتج نزل جديد اسمه اكزوليت. ده ساحر بيتضاف على الميه، ما بيخليكش تفكر اصلا في موضوع الحشرات ده نهائي. هنبقى نتكلم في تفاصيله، اللي عايز يعرف يعني تفاصيله بيتعمل فيه ايه بالظبط وبيتوزع ازاي والنسب قد ايه. فانت كده بدرت العصفور بتاعك، قلمت ضوافره. ولازم تتعلم ازاي تقلم الضوافر، لان الضوافر دي مش مجرد ان انت بتمسك مقص كده وتقصها، عشان في عصب دم فانت لازم تبعد عنه. ولازم الضفر نفسه يبقى مقصوص بحيث ان هو يبقى مدبب. ما ينفعش تيجي تقصه كده. الضفر اهو، ما ينفعش تيجي تقصه كده، ما ينفعش تيجي تقصه كده. الضفر لما بيجي يتقص بيتقص من فوق كده عشان ينزل الدبه بتاعته يبقى مدبب. طيب قصينا ضوافرنا بدرناه، بنيجي عند البروز. مخرج الطائر الذكر في ريشه طويله، في ريشه قصيره، في ريشه قصيره خالص. الكلام ده في حاله التزاوج وانتقال الحيوان المنوي من الذكر للنتايه بيعمل خلل، خلي الحيوان المنوي يخرج بره. فهنعمل ايه؟ بنسيب 3 مللي من البروز ونساوي الريش ده. يعني نديله 3 مللي ونساوي الريش. القفص اللي احنا بنفرك فيه في حاجه مهمه جدا لازم تكون موجوده، ان الوقافه دي تكون ثابته. في ناس بتستعمل الوقافه البلاستيك دي،
الوقافه البلاستيك دي عمرها ما هتبقى ثابته. لو العصفور واقف على طرف البلاستيك لازم الايه؟ الوقافه تتحرك. لو في موسم تزاوج واديت نتايه للذكر والنتايه دي واقفه على الطرف بتاع العصايه والذكر جاي بيلقحها، طول ما الوقافه دي مش ثابته يحصل خلل في التزاوج. كلها حاجات بسيطه وصغيره وغير مكلفه، بس بتديك في الاخر ايه؟ نتائج مهمه. طيب ربنا كرمنا ولقينا النت. في حاجه مهمه برضو، لازم تتعلم تعرف النتايه دي جاهزه على شغل ولا لا. هل ده ميعاد اديها للذكر ولا لا؟ لان في ناس انا جبت ذكر ونتايه اروح واخد النتايه ورميها مع الذكر ويقول لك هم هيشتغل كده. هو بيعمل مجزره، يا اما النتايه هتتخانق مع الذكر يا اما الذكر هيتخانق مع النتايه، يا ممكن تحصل حوادث، ممكن يحصل ضرب، ممكن يحصل موت بسبب الموضوع ده. انما في الحاله ان النتايه بتبقى وصلت لحاله الجهازان اللي احنا كلنا عارفينها، البطن المخروطه دي، او بتلعب بالفتل او بتلعب بالخيش، عرفنا كده ان هي عايزه ايه؟ تعش. في الحاله دي بنختار الذكر الجاهز ليها ونروح مدينه لها. بناخد النتايه نحطها للذكر. خدوا بالكم انا بس عشان اوضح لكم حاجه، انا بتكلم عن تجربتي. انا راجل بربي كناري بقالي 40 سنه، فانا بتكلم عن تجاربي. جربت كل حاجه ووصلت لاحسن طريقه. احسن طريقه في التربيه او في التقاء الذكر بالنتايه انك تاخد النتايه الجاهزه دي تحطها للذكر. بعد 3 ايام ركب العش وحط النساله، هيكونوا هما توالفوا مع بعض. حط العش حط النساله، هتلاقي النتايه بتلف على طول والدنيا سهله جدا. في مدارس ثانيه تقول لك لا، خلي النتايه تلف وبعدين افتح القفص الحاجز ده لو انت عندك القفص بحاجز، وخلي الذكر هو اللي يخش على ايه؟ يخش على النتايه. سليمه، بس نسبه الخطا فيها عاليه. يعني ايه نسبه الخطا عاليه؟ ممكن النتايه لفت عشها وعملت عمليه تبويض سريعه وراحت بايظه وانت ما لحقتش تفك الذكر عليها، يبقى انت كده ضحيت ب3 4 بيضات او عش كامل. ده كده خلاص مش مخصب، البيض ده مش مخصب. القصه كلها ان احنا بنحط النتايه للذكر ونخليها هي اللي تعمل، نحط لهم العيش، لان الذكر كمان بيساعدها ساعات كتير في ايه؟ في ان هو يعمل العيش بتاعها. باضت ورقه وقلم بقى، لو انت عندك مثلا 5 تجواز 6 تجواز 7 تجواز ولا حاجه، ورقه وقلم وتروح مقيد التاريخ ده. ودي حاجات كتير الناس ما بتعملهاش. هي باضت ويقعد يقول لك انا هفتكر التاريخ، دي باضت يوم 10، انا هفتكر التاريخ. تيجي واحده ثانيه تبيد يوم 12، واحده ثالثه باضت يوم 14، يجي يقف وسطهم، هي مين اللي كانت بايضه يوم 10 ومين اللي كانت المفروض تطلع النهارده ومين اللي يحتاس. ورقه وقلم الزقها على الباب واكتب تاريخ وضع البيض النهارده يوم 10، قفص رقم كذا. لما تخش الاوضه بتاعتك وتتابع هتبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. مجرد ما بتبص على الورقه اللي انت الشيت اللي انت عامله ده هتعرف دي المفروض تفقس بكره، دي المفروض تفقس النهارده. سهل الموضوع على نفسك. طب فقست، اروح كاتب التاريخ، فقست يوم كذا. في ارقام معينه كده هتسهل لك الدنيا خالص. تحبوا نتكلم عن تاكيل ولا يعني لو طلع عندك زغاليل مثلا ما بتاكلش او فيها مشكله؟ في ساعات نتايات المفيد ليهم في البدايه ديت ماشي لغايه ما نبتدي بقى احنا هناكل الزغاليل. تمام. البدايه من الاكل بتاعهم، الاكل الطبيعي بتاعهم هو لما بتبتدي تفرز في العموم ولا في الفروخ؟ اول ما بنبتدي بقى احنا ما هو في العموم ده موضوع كبير قوي هنقعد نتكلم فيه، عايزين وقت طويل. دلوقتي اول ما بناكلهم ماشي قبل ما يفرغوا، طبعا بعد ما يفرغوا الاكل بتاعهم هيزيد. تمام كده. تمام. احنا دلوقتي عندنا في بيض وفي زغاليل طلعت. في نتايات غشيمه شويه او بتبقى بكريه لسه مش فاهمه يعني ايه ان تحتها زغاليل، وساعات الزغاليل تفقس تحت النتايه والنتايه لسه ما حستش بيهم، ما شعرتش اصلا ان في تحتها زغاليل. ساعات النتايه بتحس بالزغاليل بعد ما بتفقس ثالث زغلول ورابع زغلول. طب الاولاني اللي ما كلش ده هيموت.
التاريخ بقى بيعمل لك ايه؟ ان انت قيدت التاريخ وعرفت ان القش ده فيه زغاليل دلوقتي، هتبص الجا بقى للتاكيل اليدوي. بتراقب النتايه. موجود في 100 فيديو 100 فيديو للتاكيل اليدوي. ما انت عايز تنقذهم. هو ده سبب الموت. في قطرات رفيعه كده بتاعت المعمل بيبقى سنها رفيع جدا. انت لو اديته اول يومين ميه بنسبه صفار بيض خفيف كده، انت كده عيشته. انت مش بتغذيه، انت بتعيشه، بتخلي امعائه تشتغل. صفار بيض على شويه ميه بالقطاره وتروح ملقط له في بقه. خلي الجهاز الهضمي يشتغل. لان طول ما الجهاز الهضمي واقف، الزغلول ده هيحصل تجمع دموي في بطنه وهيقف، ودي اللي بيسموها النقطه السوداء. ما نتطرق لهاش دلوقتي. فكل اللي انت هتعمله نقطتين بيض. اول يوم تساعد النتايه بايه؟ ورقه خس. مفيش اسهل من كده. ورقه خس وبيض مسلوق ببقسماط. برضه مفيش اسهل من كده. طالما في زغاليل ابتدت تفقس، لازم يبقى قدامهم بيض ببقسماط. هو ده الاساس. بيض ببقسماط ورقه خس. ورقه الخس دي بنستغنى عنها لما الزغلول بيتم اسبوع. خلاص، عايزه تقدميها قدميها، مش عايزه تقدميها ما تقدميهاش. الموضوع كده خلاص. البذور لازم تبقى موجوده باستمرار قدام العصافير، ما تتشالش. ايوه، هي البيت بالبقسماط ده لما بتيجي تفقس. لما بتيجي تفقس البيت بالبقسماط. زي ما بنجهز النتي برضه بالبيض بالبقسماط عشان البروتين. بنرجع تاني اول ما النتايه بتبيض بنوقف البيض، ما بنديش. يعني طالما باضت بنوقف وضع البيض. اول ما يبقى فيه تحتها زغاليل بنرجع ندي بيض بالبقسماط تاني. البيض بالبقسماط ده هو الاكله الاساسيه ليهم علشان ياخدوا منها ويدوا الزغاليل بتاعتهم. لانها بتبقى اسرع لو هي مطلعه اكتر من واحد، مش بتبقى اسرع ليها، بعكس اللي هي الفارس والحاجات اللي بتتحط قدامها اللي هي بتبقى. بصي، زغلول الكناريا الحوصله بتاعته حوصله مروريه، مش زي عصفور البادجي. عصفور البادجي الاسترالي كوكتيل ما بيخزنش بالظبط كده. الحوصله بتاعت الكناريا حوصله مروريه. العصفور البادجي الام بتفضل تملى له الحوصله لغايه لما تملاها له كده وتسيبه. هو يفضل بقى طول النهار عنده 6 ساعات 7 ساعات يسحب من الحوصله دي على المعده ويتغذى، يسحب على الحوصله يسحب على المعده ويتغذى. الكناريا مش كده. الكناريا عباره عن حوصله مروريه. لو انت بتبص على زغاليلك ولقيت ان في صفار كده الام مأكله، سيبها 10 دقايق وارجع هتلاقي الحوصله فضيت. دي مجرد حوصله بتدرج الاكل للمعده، بتدي الاكل للمعده بنسب، ما بتديلوش مره واحده. الزغلول بيسحبها قد ايه؟ 10 دقايق ربع ساعه الحوصله دي بتفضل. ولذلك اللي عايز يفرخ وعايز يبقى محترف والموضوع يكبر معاه ويتوسع يهتم بالبيض. ما احنا لسه هقول اهو، اديني فرصه اقولها. انت لازم طالما عندك روح وانت بقيت تحملت مسؤوليتها، لازم بمنتهى السهوله كده تصحى الصبح الساعه 7 الصبح جهز بيض شويه صغيرين وحطه لهم. طيب البيض قاعد من الساعه 7 للساعه 12، كفايه. نعمل وجبه ثانيه تبقى قدامه. الناس بتهرب من الكناريا مش عشان هو عصفور رخم ولا عشان هو عصفور صعب، عشان هو عصفور عايز خدمه. بيحتاج خدمه عن غير العصافير خالص. اي عصفور تاني انت بتحط له اكل وهو عنده العش الخشب ياكل زغاليله وبتبص عليه 10 دقائق نص ساعه حطيت له الاكل والميه، السلام عليكم وعليكم السلام. عصفور الكناريا للاسف مش كده. عصفور الكناريا عايز متابعه، خصوصا لما يبقى فيه زغاليل. اديت اكل الساعه 7 الصبح بيض، اغيره الساعه 12 واحط بيض تاني. العصر الساعه 3 اروح حاطط كميه بيض. ده لو انا بطول المده، عشان في تربيه الكناريا انت المفروض اصل الموضوع، بص انا مش هقدر المه كله، بس احنا بنتكلم بس في ايه، على اساس ان انتوا عارفين ان الكناريا بتحتاج وقت قد ايه واضاءه قد ايه وساعات قد ايه علشان تفرخ. فالموضوع اصله
لا الذكر من النتايه دي، بص هقول لك على حاجه عشان تريح نفسك وما تقعدش تنفخ كتير وتبص على الذكر والنتايه. العصفور اللي يصفر بقى ذكر. يحلف التاجر يقول لك اللي هو صفر. ماليش دعوه، ما تطرقناش لموضوع مش بتاعي. لا انا بتكلم على عصافيرك وانت اللي مربيها وعارفها. علامات تشوفها. هو بيتكلم هو لما بيشتري يعرف الذكر من النتايه ازاي؟ ساعات بيبقى ايه يشيله. هو رايح يشتري يعرف ازاي الذكر من النتايه. بيشتري منين؟ ما هي دي فكره. هو بيشتري منين؟ هل بيشتري من السوق من الشارع ولا بيشتري من محل ولا بيشتري من واحد مربي؟ ايا كان بقى اذا كان بالسوق حصل السوق حاجه ايا كان. دلوقتي وسيله اللي كان سوق أو موجودة دلوقتي، محل. اما السوق لا اما المحل. في دلوقتي انت عشان تلاقي حضرتك حد بيربي على النت، والله اعلم برضه انا بيجي حاجه مش مضمونه. لا يعني احنا النهارده ابتدى السوشيال ميديا انتشر عليه موضوع الجروبات والاسواق والكلام ده كله، تمام؟ فاغلبيه المربين النهارده ما بينزلش السوق او بيقول لك انا ما بحبش انزل السوق، خاصه بالكناري، خاصه بالطيور الكناري ما بيحبش ينزل بيها السوق، فدايما بيعرض على السوشيال ميديا، تمام؟ الجروبات دي غالبا بيبقى ليها ادمن، الادمن ده ممكن يبقى هو مصدر الوصل ما بينك وبين اللي انت بتشتري منه، يعني مثلا انا اشتريت عصفور ان هو ذكر طلع نتايه، تمام؟ طب المربي ده هيقول لي لا انا ماليش دعوه، انا بعت لك على انه ذكر، تمام؟ كده انت اتعرضت للخداع، تمام؟ فبنقول لا يا جماعه في ادمن للجروب مسؤول عن الجروب بيرجع للاخ اللي باع، تمام؟ وبيتعرف، واحنا كلنا عموما مربين الكناري مش كتير، يعني احنا اغلبيتنا كلنا عارفين بعض بالاسم، تمام؟ فصعب انك تلاقي يعني حته ان حد يعمل خداع في بيع وشراء في الكناريا بالذات، تمام؟ انما عندي مثلا عصفور اخدته من عند الراجل كان بيصفر عنده، فكره تغيير المناخ وتغيير البيت وتغيير مكان التربيه، العصفور ممكن يقعد له من اسبوع ل 10 ايام، ممكن يقعد شهر كمان، وممكن يكون دخل في قلش، حاجه اسمها قلش اللي هو يعني اللي هو طرح الريش، طرح الريش المفاجئ، تمام؟ فابتدي العصفور يرجع تاني يبتدي يصفر، كده عرفنا ان كده العصفور ده ذكر، تمام؟ النتايات وفي طبعا اشكال تشريحيه بين الذكر والنتايه، يعني في حاجات بسيطه ممكن حسين يشرحها لنا، مثلا حته البطن هنبص عليها نعرف ايه، ممكن رسمه الراس نفسها نوعا ما مربي الكناري اللي عنده خبره شويه ممكن يبص على العصفور ده من بعيد يعرف اذا كان ذكر ولا نتايه، تمام؟ هي بتبقى فكره كلها في الخبره يعني. مع الوقت المواضيع بتاعه التشريح والكلام ده كله هنبتدي نشرحها برضو يعني ايه، يعني في المحاضره اللي بعد كده باذن الله يعني. اتفضل يا استاذ. بس احنا كنا وصلنا لايه؟ اللي بيعرف البطن ازاي اه طب احنا هو بص لو ذكر جاهز باين 100%. طب ثواني بس، البروز هاتي بس تاني. هرجع لها بس لما هرد عليه بس في الحته دي هرجع لها. الذكر الجاهز بروزه باين 100%. النتايه الجاهزه بروزها باين 100%. نتايه مش جاهزه ذكر مش جاهز ما تسالنيش اعرفها ازاي. انا لغايه دلوقتي طالما ذكر مش جاهز ونتايه جاهزه بالاحتمال ده 60% ذكر ده 60% نتايه. يبدا جاهز شهور ولا الذكر بيبان اصلا من هو عنده 6 شهور. لو انت اللي مربيه وفرحه عندك هتبص عليه هتشوفه وهو واقف بيصفر كده. 6 شهور زي الباتش. هو ده عمره الافتراضي، هو بيبتدي يشتغل وهو عنده 8 شهور ومش عايز حد يصدق حد يقول له ده عصفور الكناريا الشكل، لان عصافير الكناريا الشكل بيبقى حجمها كبير شويه وبتاخد خدمه اكبر شويه. ده بيكبر وبيبقى اول شغل ليه بعد 2 وبعد 3. مفيش الكلام ده في الكناريا. عصفور الشكل الضخم الكبير ده بيشتغل زيه زي العصفور العاده، بيزيد 2 شهر بدل 8 يبقوا 10. انما ما تخليش حد يبيع لك عصفور ويقول لك ده اول شغل يا حبيبي. طب ده الدبله بتاعته 22 ده عنده 4 سنين، يقول لك ما هي العصافير الكبيره ما بتشتغلش غير وهي عندها 4 سنين ولا عندها 3 سنين. الحصان اللي احنا بنتفرج عليه جميل ده بيشتغل عنده 1.5 سنة. يبقى عصفور الكناريا يشتغل عنده 2 و3 فكلام مش منطقي. ده كلام غلط. نرجع بقى للزغاليل. الزغاليل انا مشيت معاها بالبيض والفتره الاولانيه اللي هي طول ما النتايه راقده على الزغاليل انا شغال بالبيض البقسماط ده. هو بيض ببقسماط فقط. في مواد بتتباع وتركيبات بتتباع علشان توفر مجهود مش عشان هي افضل. احنا
انت ما عندكش مجهود تعمله فبتروح تشتريه باتيهات. انت راجل عندك شغل مثلا بتصحى الصبح الساعه 6 وتنزل وبتاع وترجع تاني الساعه 2، بتحط الباتيه البديل اللي هو البيض المجفف. انما انت معاك وقتك، اكيد اي حاجه محطوط عليها مواد حافظه مش هتديك نفس النتيجه بتاعت الحاجه الطبيعيه، غير البيضه اللي انت بتسلقها وتقف تستنى تسلقها وتروح فريمها وحاططها. اي حاجه معبأه في كيس ما عليها مواد حافظه ما تديكش نفس النتيجه، هي بديله. اللي ما عندوش وقت، اللي ما عندوش فرصه، اللي بيستسهل. طيب دلوقتي الزغاليل دي قعدت 20 يوم تحت الاهالي في وقت معين، 20 يوم. انا عندي التاريخ، العصفور ده فقس يوم 10 والنهارده 30، معنى كده ان اول عصفور عمره 20 يوم. اخد العصفور كده حتى لو هو قاعد في العش، اخده احطه في الحاجز، افصله عن الاهالي، واحط بيض عنده وبيض عند الاهالي. مش لازم اشيل الزغاليل كلها مره واحده. احنا بنديله الفرصه ان هو ياكل لوحده. عمر 20 يوم هو عمر مناسب جدا للزغلول ان هو يعتمد على نفسه. انا ما خرجوش روحه في العش بره مع الاهالي، شوف الاهالي بتاكل ازاي عشان تاكل زيها. هيحصل مشكله. بادجي ما بتكلمش على البادجي، بيحصل مع البادجي بس العمر مختلف، مش 20 يوم، 28 يوم. لو تقدر تحطه في حضانات هيشتغل برضه بنفس الطريقه، والام هتاكله من بين السن. علشان المجازر اللي بتحصل في البادجي والذكر يخش يموت الزغاليل والحوارات اللي مالهاش لازمه دي. بيحصل في الكناري ايه بقى؟ الام عايزه تعشش تاني، تروح داخله على الزغاليل دي تك 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 منتفه الريش بتاعهم كله، علشان مش مملحه، هي مش بتملح، هي عايزه الريش ده علشان تعشش من اول وجديد. واحنا بنسيب لها الزغاليل تحت ايديها فتره اطول، فبتاخد ريشها وتروح حاطاه ايه؟ معششه بيه. فكل اللي احنا بنعمله الزغلول تم 20 يوم حطه عند الحاجز، هنا بيض وهنا بيض. الام عايزه تعشش هتروح ترقد، الاب هياكل من بين السلك. كده يبقى احنا عدينا المرحله بتاعه فطام الزغاليل. تفطمها ازاي؟ هو بيتفطم العمر كام يوم؟ 20، ما انا بقول لك اهو 20 يوم تحطه في الحاجز. في الحاجز لازم الاهالي تاكله من بين السلك. 30 يوم تقدر تشيله تحطه في قفص تاني. خلاص العصفور تم 30 يوم. اليوم ال 25 ال 26 هيقشر الحبوب. بالظبط 25 يوم 26 يوم هيبتدي الزغلول هيقشر ومش هياكل. تاني يوم هيقشر وهياكل. ممكن ما يقربلوش. احنا ليه بنحط له بيض عنده؟ عشان لو هو جريء شويه وحب ياكل كل ان شاء الله تنقر فيها بس تلعب فيها. بس هو الاعتماد الاساسي الام. عمر 20 يوم الاعتماد الاساسي على الام. معايا؟ تم 30 يوم تقدر حضرتك تعزله. في حاجه بقى مهمه جدا للي بيحب يربي فروخ. انا طلع عندي انتاج وانا بظبط سلاله، بظبط شكل معين، بظبط حاله عندي، بظبط عدد، وعايز العدد ده انا ما اشتريش، انا ازود من عصافير انا ازودها. انا فصلت العصفور ده وهو عمره 30 يوم. مش معنى كده ان انا اوقف عنده البيض. لازم العش ده فيه 4 زغاليل، اخد ال4 زغاليل احطهم لوحدهم في قفص لوحدهم، ما احطهمش مع سن اكبر منهم. 45 يوم هو دلوقتي عنده 30 يوم، حطيته في قفص احط له بيض وبذور وكل حاجه. اما يتم 45 يوم في القفص ده اقدر اشيله ارميه في مجموعه اكبر منه سنه، اكبر منه بشهر، اكبر منه بشهرين، مفيش مشكله. هيقدر يخش ويقاوم ويعيش معاهم. لو خدته وهو عنده 30 يوم وحطيته مع سن كبير يبقى انا كل اللي انا عملته ده ممكن اضيعه في لحظه. خدوا بالكم ان انا بستعمل او ببعد عن احتمالات الاخطاء.
عشان في واحد يقول لي لا ما انا باخد الزغلول ارميه في وسط الكبار وهو عنده 30 يوم وما بيحصلش حاجه. طب ماشي، ربنا استرها معاك والدنيا مشيت والدنيا زي الفل، بس مش دي القاعده. احنا نعمل الصح ونبعد عن الاخطاء علشان نطلع بالنتيجه سليمه. في حاجه مهمه بس دي اخيره هتكلمها، بس احنا يعني انا حبيت اوصف موضوع التزاوج كده بسهوله كده. حاجه مهمه جدا، ما نوقفش بروتين على الزغلول لمده 3 اشهر. مش معنى ان هو اتفطم وبقى بياكل بذور هياكل خس وهياكل جرجير وبتاع اوفر بقى البيض ده، البيضه ب 5 جنيه ولا ب 6 جنيه وانا هقعد اديله بيض ده لامتى؟ لو انا هربي العصفور ده لنفسي او هبيعه واللي يشتري مني يدعي لي كده يقول لي الله يبارك لك انت مديني عصافير زي الفل، افضل متابع نسبه البروتين لمده 3 اشهر بعد العزل. انا عزلته عنده 45 يوم لغايه لما يبقى عنده 4 اشهر و15 يوم بديله بروتين يوميا برضه يوميا. ليه بقى؟ بنسب اقل يعني. بتقلل النسب. انت الاول بتحط بيضه بتقعد قدامه، انت بعد كده هتحط البيض عندك مثلا 5 زغاليل اهم 10 زغاليل، هتحط البيض اللي يقعد قدامهم ربع ساعه ثلث ساعه وياكلوه، خلصت القصه خلصت. وساعتها ما احنا بنتكلم عن الاساسيات. اللي عايز يستسهل في 100,000 حاجه يستسهل بيها. تمام. لو عملت الخلطه دي اقدر احطها في الثلاجه، حطها عبوات كده في اكياس، حطها تقعد في الثلاجه 3 ايام. عبوات اكياس كده حضرتك وحطها في الثلاجه واسحب منها، سيبها نص ساعه بره، اعمل الخلطه كامله. فكره البقسماط بس ان هو بيسحب الرطوبه من بيحافظ عليه ممكن تخطف في المدام علبه كده كفر وير الحاجات الغاليه بتاعتهم دي. ده انت عايز الواد على السلم ولا ايه؟ بس انا ما بفضلش ان البيض يقعد في الثلاجه اكتر من 24 ساعه. يعني لو وجبه النهارده عملتها بقى اي وجبه ثاني يوم اكملها، اكتر من كده اليوم الثالث بيبقى من على القد. بس اتمنى ان انا اكون بسطت لكم الموضوع بس في حاجات اساسيه بالنسبه للوقت اللي احنا عايشين فيه. بص بقى، البلكونه جميله بس البلكونه معموله للعصفور اللي بيعيش في عش خشب، عصفور كوكتيل، عصفور بادجي، بيقدر العيش الخشب ده يحميه من التيارات الهواء من الرطوبه، بيظبط له درجه الحراره جوه. انما عصفور الكناريا بيبيض في العراء، العيش بتاعه مفتوح مكشوف. لو الجو سقع بالليل زي الايام اللي احنا فيها دي، هل تفتكر ان الزغاليل دي وان الام راقده عليهم ان هم هيعدوا؟ مقفل ما هو انت مقفل، لا مش مغلف الاقفاص، مش كافيه. لو عندك ترمومتر، ودي حاجه مهمه جدا لاي مربي، اشتري ترمومتر تقيس درجه حراره المكان، تقيس درجه حرارة. حط الترمومتر كده الصباع المقياس بتاعه حطه في القفص وبص على الترمومتر، انت مغلف. احنا مش بنتكلم على تيارات الهواء، احنا بنتكلم على درجه الحراره. احنا في الاول خالص قلنا ايه درجه الحراره المناسبه 25 ل 28. هل تفتكر القفص اللي متغلف باسترتش ده هو اصلا الاسترتش غلط لان العصافير بتاكله؟ انا ما عنديش امكانيه للموضه. ما تقدرش تقفل البلكونه او اقفل جزء بس يعني. عشان اقفل البلكونه على موتور النهارده دخلت ب 20,000 جنيه عشان اقفل بيحبس الحراره. ما هو بقى يبقى في ضرب سلك مفتوحه في بتاع، ما هو اقفل ازاي؟ ممكن في الشقه جوه عادي. لا ممكن 13. حلك واحد عندك حل واحد لا خشب عشان ده تايمر. ده التايمر ده اللي بيركب على الشفاط لو انت في غرفه عشان تظبط اضاءه او تظبط الشفاط اللي عندك ان هو يشتغل ربع ساعه مثلا كل ساعه. وده الترمومتر اللي المفروض يبقى عندنا كلنا عشان تبقى عارف العصفور بتاعك ده سقعان ولا حران ولا ظروفه ايه الجو مستحمله ازاي. هو ده الترمومتر. حلك حاجه واحده، بتربي في بلكونه ما تفرخش عصافير، استنى الربيع، استنى شهر 3
ليه شهر 3؟ يعني فلوس مش كده ما بفرقش. شهر 3 الجو بيبقى مستقر لوحده، فهتعرف تشغل العصافير شهرين 3، هتاخد عيش 2 3 هتقدر عليه. دلوقتي هتفضل تستهلك في مجهود وفي وقت، والنهارده الجو حر، بالليل الجو تلج، كل ده هيضيع لك وقت. زمان كان في ربيع وخريف، دلوقتي كان بقى ما هو احنا بندور عليه، ما عشان كده احنا عملنا غرف. ما احنا زمان لما ابتدينا، ما انا اول ما ابتديت ربيت في البلكونه وكانت الدنيا كويسه، بس مع تطوير المناخ والتغيير اللي بيحصل ما بقاش ينفع بلكونات، فعلشان كده بنختار جزء من الاوضه، بنختار غرفه مخصصه للكناريا عشان نعرف نسيطر على البيئه المحيطه بالعصفور. ممكن يعيش مثلا في الشقه جوه. ممكن يعيش بس ما تحطوش في الصاله. لو انت عايز تفرخي الجزء ده ما هنتكلم فيه في المحاضره اللي جايه، اللي هي بتاعت مواصفات المربي ومواصفات غرفه التربيه. يعني بص احنا يعني في كل النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحاجات اللي هي هرد عليها وخلاص، انا لسه هرد عليها. يعني الشكل يعني استنوا بس 16 هم يرنوا على لا اهو الراجل قاعد مستني، هو هيقول اهو. الفكره بس انت حاطه العصافير في الصاله، واحد دخل قعد فتح التلفزيون، فتح النور، قعد ساعه، طفى النور وخرج، تبوظ الدنيا. مكان قاعده ناس داخله وناس خارجه، ناس بتنور النور، ناس بتطفي النور، ناس بتفتح الشباك، ناس بتقفل الشباك، واحد بيدخن سجاير، بوظ الدنيا. احنا بنختار ليه مكان مخصص. معلش انا بتكلم على الاحترافيه، اللي عايز فعلا يربي ويبقى شاطر فيها ويوصل للاحترافيه لازم يمشي على الحاجات الصغيره دي. ضحيت بحاجه، بدل ما نسبه الانتاج عندك 85%، انا نسبه الانتاج عندي مثلا 85% والحمد لله وراضي بيها. بدل ما تبقى نسبه الانتاج عندك 85%، 60 50 40. في واحد لو فرغ جوز بس، لو طلع زغلولين من 3 اجواز بيبقى سعيد قوي، بيبقى فرحان بيهم. بس دي مش احترافيه، هو فرخهم بس دي مش الاحترافيه. انا بتكلم في الايه، في الاصول المظبوطه قوي، علشان لو ضحيتي ب 5% من الكلام اللي انا بقوله ده تاخدي نتيجه كويسه، ضحيتي ب 10% هتاخدي برضه نتيجه كويسه، ضحيتي بكله مفيش نتائج. واشكركم جدا.